كان في بنت آه، اتخطبت مرتين، مرة عن حب ومرة خطوبة. مش صالونات، لأن أنا بشوف إن ساعات الصالونات ممكن يجي فيه حب عادي، يعني ممكن حد يشوف حد في جوازة صالونات. والله ما هشيلها، مش هشيل. ممكن حد يشوف حد في جوازة صالونات وينجذب ليه، يحصل الانجذاب الأولي والقبول والاتراكشن، ويبقى حب بعد كده. فالمشكلة مش في المكان، المشكلة في المشاعر اللي جوانا غصب عننا، لأن دي مش بزرار للأسف. أم، الخطوبة الأولى كانت عن حب، والخطوبة التانية كانت ضغوطات، مش صالونات بقى، نسميها اللي هي الجوازة اللي محدش بيحبها دي. ضغوطات، ان هي مضغوطة، اهلها ضغطوها. قالوا لها بقى انت هتفضلي قاعدة عندنا لغاية امتى، وبتاكلي وتشربي. اهل معفنين طبعا، ان هو قاعدين حاسمين لها اللقمة. المهم ان البنت دي اضطرت تتقبل يعني مش هنقول تقبل، لان تقبل ده معناه ان هي وافقت. لا، هي ما وافقتش، هي حاجات شبه الموافقة ولكن هي مش موافقة. البنت دي اضطرت ان هي تتخطب للشاب ده، وهو كان عارف ان هي مش عايزاه، لكن هو ما حطش في دماغه برضو. فهي بتحكي حاجة غريبة جدا، بتحكي ان هي خطيبها التاني ده بيقول لها ان من اسباب تمسكه بيها ان هي شخصية عاقلة جدا، وان هي شخصية رزينة، وان هي لما بتتصل بيه مش بتبقى زي البنات اللي عرفهم في حياته قبل كده، وتقعد تزن وبترن مرة واحدة وتستنى. هو شايفها ان هي كده بتقدر ظروفه بقى على ما يخلص شغل ويبقى يكلمها. مش بتلومه لو ما كلمهاش فترة، ولا لو ما كلمهاش باليوم ولا الاتنين، ما بتلوموش. فهو شايفها مش نكدية. قالت له مش عايزة فرح. فقال لك الله، ده مش مادية. قالت له مش مهم، هعيش معاك فين. فقال الله، دي ست أصيلة. ما بتقعدش تركز معاه بقى في التفاصيل. وانت عملت لايك لدي وابتسمت لدي ومين زميلتك في الشغل ومش عارفة ايه، ما بتركزش معاه في الحاجات دي. فقالك ده ست دماغها كبيرة جدا، يعني حاجة ما تتفوتش. هو شايفها واحدة ما تتفوتش، وقال لها ان دي جزء كبير من الاسباب، غير جمالها طبعا واخلاقها والحاجات دي. فهي بتقول ان هي ضحكت بحزن، لان كل الاسباب دي هي عكس صفاتها وشخصيتها مع الشخص اللي كانت مخطوباله وبتحبه، واللي كان بيشتكي منه. يعني الشخص اللي كانت بتحبه كان بيشتكي ان هي نكدية وزنانة وبتسأل كتير يعني دماغها خفيفة. فهي بتقول ان هي نفس الشخص، ولكن هي ما عندهاش مشاعر خالص ناحية الشخص التاني ده. فهي لما بتتصل وما تكررش الاتصال، ما بيبقاش عقل منها ولا حاجة، هي بتبقى كده كده رامية طوبته. هو مش فارق معاها، هي بتصحى من النوم كل يوم مستنية اليوم اللي يفركش فيه. ف هي اصلا لما بتتصل بتبقى بتعمل كده اداء واجب، اللي هو منرن يا رب ما يردش. ما بتزنش على التفاصيل لان ما تهمهاش. لما قالت له انا مش عايزة فرح، قالت له كده عشان هي قررت نفسها مكسوفة تمشي جنبه. هي يعني هي اصحابها والناس اللي حواليها عارفين شكلها لما بتحب بتبقى عاملة ازاي، وعارفين ذوقها وهير تايب والشخص اللي ممكن تختاره شكله بيكون عامل ازاي. فهي مكسوفة تمشي جنب ده عشان هو مش على المواصفات اللي هي بتحبها. فعارفة ان اصحابها والناس اللي عارفاها هتتريق عليها او هتشمت فيها. فقالت له مش عايزة فرح، مش قناعة. هو فهمها قناعة. قالت له مش مهم اعيش معاك فين، عشان هي جوه مخها كانت بتقول انا اي مكان معاك انا هبقى تعيسة، فما بقاش يفرق. لكن الشخص اللي كانت بتحبه هي من جواها ما يفرقش معاها تعيش معاه فين، عشان كده كده هتبقى سعيدة معاه. بس كان فارق معاها بقى تقعد تدور، طب هنا احلى، طب لان كانت عايزة تبني بيت احلامها.
كانت في دماغها وفي نيتها ان ده بيت احلامها. فمش كل تصرف عاقل معناه ان الست اصيلة، ومش كل تصرف يعني مجنون معناه ان الست ما بتحبكش. يعني الموضوع ما بيتقاس ظاهريا خالص. بس يا جماعة بجد، موضوع النفور والقبول تفاصيله اكبر ما تتخيلوا. انك تكون مع واحدة انت عارف ان هي مش عايزاك، دي يعني غلطة في حق نفسك، غلطة انت مش متخيلها. بس كده.